السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد على قناة صوت الشبيهي. في حلقة اليوم غنقدم لكم طريقة جديدة لتزيين البيض مسلوق باش تجملوا أطباق ديالكم، وكذلك تشجعوا الوليدات على أنهم يتناولوا البيض مسلوق. قبل ما نبداو في حلقة اليوم بغيت نتقدم بجزيل الشكر لكل متابعي القناة ديالنا على المتابعة الدائمة، وكذلك على التفاعل ديالهم مع المواضيع ديالنا، الأسئلة ديالهم، على الاقتراحات ديالهم، وكنقدموا لهم مرة ثانية الشكر الجزيل. لإنجاح طريقة تزيين البيض مسلوق ديالنا غنحتاجو بعض الملونات الطبيعية الجد متوفرة في السوق. الألوان تتبقى على حساب الذوق ديال كل واحد فينا، وكذلك غنحتاجو بعض الأكياس البلاستيكية. نمر الآن لطريقة التحضير. أول حاجة تنبداو نسلقو البيض ديالنا، تنوضعو البيض ديالنا في كسرونة، تنوضعوها فوق النار حتى تيتسلق البيض ديالنا. ثم بعد ذلك تنزولوه مع النار وتنبردوه، وتنحاولوا نبداو نكسروا في البيض بشويه بشويه، ماشي ما نهرسوش بزاف، نشكلوا فيه بعض التشققات كما كتلاحظوا معنا في الصوره. بعد ذلك تنجيبوا الملون الطبيعي ديالنا وتنحضروا البلاستيك ديالنا، وتنقوموا بوضع كل بيضه في بلاستيكه، وتنضيفوا عليها نصف ملعقه من الملون الغذائي حتى تنكملوا جميع البيض ديالنا. بعد ذلك تنخليوهم واحد المده تقريبا ديال نصف ساعه حتى كيكونوا شربوا داك اللون مزيان. ثم تنخرجوهم وتنغسلوهم فوق في الماء، تنغسلوهم في الماء تحت الروبيني، تنغسلوهم مزيان حتى كنحيدو منهم كل الملون اللي بقى، وتنبداو نشقوا فيهم. وصراحه في مجرد اننا تنبداو نشقوا تنكتشفوا داك الشكل اللي حصلنا عليه، شكل جد جميل. واي واحد في الاصدقاء ديالكم ولا العائله ديالكم غيسولكم كيفاش تمكنتوا انكم تزينوا البيض ديالكم بهذا الشكل اللي تشاهدوا معنا في الصوره. وكل واحد فينا على حسب المخيله ديالو يمكن له يوضعوه ويشكلوا ويقدموه باي طريقه تعجبو. وهادو بعض الامثله البسيطه لتزيين البيض، وتنتمنى من الله ان هذه الطريقه تكون عجبتكم. والى اللقاء في الحلقه القادمه ان شاء الله.